بسم الله الرحمن الرحيم. بخصوص زيارتنا للجزائر، زيارتنا نحب نقول حاجة. اليوم في المكان التاريخي هذا، مكان يكتسي رمزية كبيرة لدى الجزائريين. احنا كجالية متواجدة في تونس أو متواجدة في أي قطر من أقطار العالم، اليوم أنا وفد المرافقين المجموعة الكل عرفنا سر الوطنية، وعرفنا القوة اللي يستمدوها الجزائريين من الداخل والخارج. هو من الرسالة النوفمبرية، هو من الأرواح والتضحيات تاع الشهداء، من الرسالة اللي بقاو حاملينها المجاهدين الله يطول لنا في أعمارهم. حبيت نقول حاجة أخرى بخصوص الزيارة تاعنا دي. اكتشفنا بأنه البلد تاعنا في إطار الإصلاحات اللي قاموا بها، يعني ابتداء من سيادة رئيس الجمهورية ربي يشفيه ربي يحفظه لنا، والسادة المسؤولين والمواطنين، يعني الحمد لله رانا جد سعداء. إصلاحات على جميع المستويات، ثقافيين اقتصاديين رياضيين. شفنا استقبلونا المسؤولين على مستوى الوزارات، على مستوى ولاية الجزائر، بدون ذكر أسماء كي لا ننسى أحد زائد على أحد. كانوا مشكورين في إطار شروحاتهم. نحب نقول كلمة يعني للشعب الجزائري، أنه إحنا كجزائريين في تونس أو في أي مكان في العالم أوفياء للوطن، نحسوا باش يحسوا في الوطن هذا. كلنا فداء للوطن. عاشت الجزائر بهم وبنا. تحية المجد والخلود لشهداء الأبرار وأهل الجزائر. السلام عليكم.